صباح الخير. شايف الناس كلها عماله تتكلم عن انهيار الجنيه امام الدولار، والحكومه بتاخد في قرارات تعويم اول، تعويم تاني، تعويم تالت، وتحرير تحرير سعر الوقود والغاز والكهرباء، وارتفاع الاسعار والبنك الدولي، وقرض اول ودفعه اولى ودفعه تانية. احنا قاعدين بنتكلم في حاجات وسايبين يعني ربنا مدينا هبة كبيرة جدا، ألا وهي السياحة. في مصر عندنا مقومات سياحية مش موجودة في أي حتة في العالم. ممكن يبقى أكبر مصدر للدخل القومي والدخل الدولاري لمصر. ومش عارف، هو حد فينا يعرف اسم وزير السياحة في مصر أو وزيرة السياحة؟ ما اعرفش. أنا راجل شغال في السياحة، والله ما أعرف وزير السياحة اسمه إيه ولا وزيرة السياحة اسمها إيه. إذا كان راجل بقى ولا ست. الناس دي أو وزير السياحة المفروض لو في أي دولة في العالم بيبدأ يظهر على كل شاشات التلفزيون في كل حتة في العالم، يبدأ يعمل بروموشنز للبلد، يبدأ يسوق للبلد، ويبدأ يبقى فيه مهرجانات، يبدأ يبقى فيه يفتح خطوط طيران لأماكن موجودة في مصر محدش يعرف عنها حاجة ولا حد، حتى اللي يعرفوا عنها مش عارفين يروحوها. أبو سمبل مفيش خطوط طيران ليها كافية، مرسى علم مفيش خطوط طيران ليها كافية. عملنا طرق، عملنا كبار، عملنا كل حاجة تخدم قطاع زي قطاع الصناعة بعد كده على اللونج ران أو على المدى الطويل. احنا دلوقتي عايزين نحل أزمة أو عايزين نحل مشكلة احنا نزود بيها الدولار. عندنا عدى مؤتمر المناخ، ما قدرناش نستفيد منه سياحيا بعد المؤتمر ما خلص، وكأن لم يكن أي حاجة موجودة ولا أي حاجة حصلت، ولا كنا كنا بنستضيف آلاف المشاركين من جميع دول العالم اللي كانوا موجودين. ما قدرناش نستفاد بيهم الاستفادة القصوى في من ناحية السياحة. ما قدرناش. عدى علينا كاس عالم في قطر، كان 3 4 ساعات من مصر. ما قدرناش نوفر برامج سياحية في أكبر تجمع عالمي رياضي زي كاس العالم. آه، مش عارف. يعني يا جماعة احنا عايزين وزير سياحة بيفهم، وزير سياحة عنده فيجن، عنده رؤية، يقدر ينقل مصر وينقل السياحة في مصر من مكانها دلوقتي للمكان اللي المفروض تبقى عليه. ما ينفعش دول ما فيهاش الا شوية جبال وصحراء وبيعرفوا يستفادوا ويعرفوا يعملوا مهرجانات وبيكسبوا منها كويس جدا وعدوا مصر في السياحة. ما ينفعش. ما ينفعش دول زي تركيا وزي اسبانيا ما عندهاش نفس المقومات بتاعتنا، ولا عندها نفس الجو بتاعنا احنا فيه دلوقتي. احنا بنتكلم في شهر، يعني احنا في اواخر ديسمبر، والشمس لو اوريكم المنظر عامل ازاي. الناس بتنزل المايه دلوقتي. ف عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ موقع استراتيجي، جو ما فيش زيه في اي حته في العالم. تلت اثار العالم في مدينه صغيره زي مدينه الاقصر. ما فيش مطعم على مستوى سياحي محترم في الاقصر مثلا. ما فيش حمامات عموميه على مستوى محترم. ما فيش فنادق قويه وفخمه، الا يمكن فندق واحد. باقي الفنادق كلها تعبانه، مع احترامي للناس كلها. فمش عارف يعني. ده قدامنا حل فوري ممكن نشتغل عليه لو عندنا في حكومة بتفكر في حل فوري حاليا، ان هم يعلوا قيمة الجنيه اللي بتنزل في الأرض كل يوم، ونرجع في الآخر نقول نعمل قيود على تحركات الدولار، واللي الناس يبقى عندها الدولار بتاعها اللي تعبت بيه وشقيت بيه، ويبقى عاملين قيود عليه في داخل وحاطينها في البنوك بتاعة الحكومة وعاملين قيود عليها. ده مش الحل. ده مش الحل ان انت تقعد تقلل الاستيراد، مش هو ده الحل. علي الصادرات بتاعتك الاول، انتج، صنع، ازرع، وبعد كده قلل الاستيراد، وخلي الناس تشتغل وخلي الناس تتحرك. لغايه ما تحل المشاكل دي كلها. نمي قطاع السياحه اللي هو مش محتاج بنية تحتيه، لان انت اوريدي عندك مقومات سياحيه. انت عايز بس اداره، عايز ناس بتفهم في السياحه عشان تعرف تدور سياحه كويس جدا، تقدر تعمل بروموشنز، ناس بتفكر، ناس كرييتيف، ناس تعمل مهرجانات، ناس تعمل ايفنتات كبيره، ناس تقدر تعمل سياحه بمعناها الحقيقي. يا رب الكلام ده يوصل للناس اللي عايزة تفهم.